ازيك يا صاحبي؟ انا مهتدي، ودي كانت واحده من اغرب التجارب اللي دخلت فيها عشان اكسب من الموبايل. قررت ابيع حسابات جيميل. هل فعلا الموضوع مربح ولا كله نصب؟ في الفيديو ده هقول لك كل حاجه حصلت معايا من اول يوم بدات فيه لحد ما وصلت لاحسن نتيجه قدرت احققها. مستعد؟ يلا بينا. كنت بدور على طريقه ابدا بيها من غير راس مال، مفيش حساب بنكي، مفيش بطاقه، مفيش خبره، مفيش غير موبايل وانترنت. دخلت جروبات كتير على الفيسبوك، الشباب بيقولوا بيع حسابات جيميل وحقق ربح بالدولار. قلت أجرب، خصوصا إني شاطر في إنشاء الإيميلات وبعرف أتخطى الحظر. في ناس بتطلب إيميلات أمريكية، وفي ناس بتطلب إيميلات قديمة، في ناس بس عايزة حسابات جاهزة. بس السؤال هنا، هو ده قانوني؟ وهل فعلا في حد بيشتري، وبيشتري بكام؟ قررت أبدأ بإنشاء حسابات جيميل. أول حاجة عملتها نزلت VPN مجاني، وبدأت أعمل حسابات يدوي من الموبايل، وكل حساب كنت بخزن بياناته في نوت بوك. بعد أول يوم عملت 50 حساب، كل حساب أخد مني حوالي 3 دقايق. لقيت مواقع كتير بتشتري الحساب الواحد 3 سنت لحد 5 سنت، بس أغلبهم بيطلبوا كميات كبيرة، 500 حساب على الأقل، يعني لازم أشتغل بجد. دخلت موقع اسمه OG يوزرز، وجربت أبيع أول 10 حسابات ب3 دولار. محدش رد عليا. جربت على جروب التليجرام، وواحد رد عليا وقال لي ابعت الأول الحسابات وبعد كده أحول لك. وأنا بقى صدقت وبعت له الحسابات، وبعد كده اختفى. ودي كانت أول لسعة. اتعلمت الدرس، ما اشتغلتش إلا مع وسيط أو على موقع مضمون. وهنا كانت البداية الحقيقية للربح. بعد أسبوعين بدأت أول دفعة 700 حساب على الجروبات ب42 دولار. الدفع كان عن طريق باير. ومن هنا بدأت أكرر العملية. في الأسبوع التاني كسبت حوالي 21 دولار، وده كان مبلغ محترم بالنسبة كطالب. الموضوع بدأ يكبر، فقلت أجيب واحد صاحبي يساعدني في الإنشاء وأنا أركز على البيع. قسمنا الأرباح، بقينا بنعمل من 50 ل100 حساب في اليوم. عايز تجرب؟ حلو جدا، بس اسمع النصايح دي. متبيعش لأي حد من غير وسيط أو موقع مضمون. خلي الحسابات طبيعية، وما تكررش الأسامي ولا الصور. استخدم VPN كويس، مش مجاني لو هتشتغل بجد. لو تقدر تبني سمعة في الجروبات استمر. المجال موجود، بس المنافسة قوية ومحتاج صبر. ولو انت عايز توفر وقت ومجهود، انصحك تخش على جروب التليجرام والواتساب، ودي جروب انا مالكها بنفسي. وما تخافش، يعني انت هيبقى معاك الثقة الكافية انك تتعامل معايا. وبعد شهر تقريبا كنت عامل حوالي 1500 حساب، بعتهم كلهم، والأرباح الإجمالية كانت حوالي 90 دولار، يعني بالمصري 4500. وده من غير ما استخدم ولا جنيه في البداية، بس خدت وقت ومجهود. جربت أكسب من بيع الحسابات جيميل، وكانت تجربة مفيدة، بس مش عشان الفلوس، لكن عشان اتعلمت البيع والثقة وتجنب النصب. لو نفسك تبدأ، خليك واعي. ولو محتاج مساعدة، سيبلي كومنت وأنا هرد عليك شخصيا. ما تنساش اللايك بيفرق، والاشتراك بيساعدني أكمل الرحلة دي معاك. وقبل ما أقولك سلام، لو عايز أعمل لك فيديو عملي عن التجربة بنفسي، اكتبلي في التعليقات. وسلام.